صباح الخير أو مساء الخير على حسب توقيتكم. في البودكاست ده عايزين نتكلم مع بعض كده عن إزاي نبقى ست راقية بجد عندها صفات الأميرات. عايزة أقولك إن الأميرة مش لقب، الأميرة أسلوب، اختيار، طريقة معاملة نفسها قبل أي حد. تعالي نبدأ مع بعض كده 10 قواعد في السريع، لو مشيتي عليهم هتعيشي شخصية المرأة الراقية اللي محدش يقدر يقرب من هيبتها أبدا. الأميرة ما بتجريش ورا حد، الست الراقية دايما واقفة ثابتة، اللي يحب يدخل حياتها يدخلها باحترام، علشان هي مش بتتعلق بحد ولا بتتوسل لحد ولا بتتراجع عن كرامتها تحت أي ظرف من الظروف. على طول لازم تغلي نفسك علشان تبقي أميرة بجد. اتعلمي تكوني انتي نفسك وتقدري نفسك عشان اللي حواليكي يعرفوا هما كمان يقدروكي. الأميرة صوتها هادي بس تأثيره قوي. مش معنى ان انتي ست راقية بقى وأميرة في نفسك كده ان انتي لأ، انا عادي صوتي عالي، اخد حقي بنفسي، انا ليا كلمة مسموعة. الكلام ده غلط. المرأة الراقية مش بتزعق، مش بترفع صوتها، كلامها قليل ناعم موزون بس بيدخل القلب. صوت الست ممكن يبقى سلاحها. الأميرات على طول صوتهم بيكون هادي بس واثق. الأميرة لبسها على طول بسيط بس شيك في نفس الوقت. الرقي مش في انك تلبسي هدوم غالية، الرقي في البساطة. هدوم كده تبقى ألوانها نقية، مش مبهرجة، ما فيهاش ألوان كتير متداخلة في بعضها، بنطلون مظبوط، سكيرت حلوة، ميك اب قليل. الأميرة بتتعرف من جمالها في تفاصيلها الصغيرة، مش في التكاليف اللي هي مكلفاها للهدوم اللي لابساها. الست الراقية اللي بتتمتع بصفات الأميرات ما بتشاركش كل يومياتها مع كل الناس. الشياكة مش بس في اللبس، الشياكة في الخصوصية. حياتك لازم ما تبقاش كتاب مفتوح لأي حد، لازم يكون في جزء خاص بيكي محدش يعرفه. الغموض أحيانا كتير بيكون جزء من جاذبيتك. مش لازم كل ما تقعدي مع واحدة صاحبتك تحكي لها تفاصيل حياتك كلها من أول ما بتصحي لغاية ما بتنامي. أنا النهاردة طبخت كذا، ونزلت في المكان الفلاني اشتريت كذا وكذا وكذا، وتصوري لها الصور بتاعت هدومك اللي اشتريتيها، وتصوري لها مش عارفة ايه اللي جبتيه، وبصي انا غيرت الديكور بتاع البيت عملته ازاي. ما ينفعش. اعرف ناس كمان بتحكي عن تفاصيل، يعني ادق التفاصيل في حياتها. العلاقة بينها وبين جوزها، تحكيها لأصدقائها، لأمها، لأختها، لأقرب الناس ليها. لو في مشكلة حصلت تروح على طول تشتكي. الكلام ده كله غلط، ولازم تحاولي على قد ما تقدري تمنعي نفسك انك تكوني كتاب مفتوح لأي حد ايا كان. اتعودي دايما انك تسمعي اكتر ما تتكلمي. الانسان طول ما هو بيتكلم ممكن يغلط غصب عنه، ممكن مشاعره تتحكم فيه، ممكن تبقى حد قاعد معاكي بيشتكي لك من مشكلة معينة، وانتي علشان على طول بتتكلمي مشاعرك هتطلع على المشكلة اللي هو حكاها لك دي. ممكن توقعي الدنيا في بعضها بسبب ان انتي مثلا متنرفزة او اتضايقتي من الموقف اللي اتحكالك. اتعودي دايما تسمعي اكتر، اسمعي الموضوع كله بكل الجوانب بتاعته. فكري في الرد بتاعك قبل ما تقوليه، قبل ما تقولي اي كلمة فكري فيها كويس، شوفي الكلمة دي رايحة فين، هتضايق اللي قدامك ولا لا، هتبقى في مكانها المظبوط ولا هتبقى كده كلام مجرد انه بيتقال ملهوش اي لازمة. اتعودي دايما لما تكون في مشكلة ما تتخنقيش. لو لقيتي ان انت خلاص وصلتي للمرحلة الأخيرة اللي مفيش بعدها اي حاجة تتعمل، انسحبي احسن. المرأة الراقية مش ملعب للخناقات، ولا بتدخل في دوامات طاقة سلبية. هي بتعرف قيمة نفسها، ولو شافت ان الجو مش مناسب بتقوم واقفة على طول وتسيب المكان من غير صريخ ولا دراما. خلي على طول عندك حدود، وحدودك تكون واضحة. الأميرة عندها خطوط حمراء، طريقة كلام، مساحة شخصية، احترام. اللي ما يعرفش يمشي على الحدود دي بره حياتها بمنتهى الهدوء. استثمري في نفسك قبل أي حد. كورس جديد تاخديه، كتاب تقريه، رياضة خفيفة تعمليها، عناية بجسمك ببشرتك بشعرك. اتعلمي حاجة جديدة. الست الراقية دايما بتحط نفسها رقم واحد. دي كده مش أنانية، لأ، هي بتعمل كده لحكمة، لأن اللي مش شايف قيمة نفسه محدش هيشوف قيمته. اوعي تكوني سهلة الوصول،
ولا صعبة بطريقة مستفزة. خليكي في النص، تعرفي تتعاملي وتهزري وتضحكي، بس في نفس الوقت ليكي هيبة وحدود تخلي أي حد يفكر مرتين قبل ما يتجاوز الحدود دي. خلي رضاكي ما يبقاش متعلق بحد. الأميرة عارفة إن قيمتها مش جاية من علاقة ولا من راجل ولا من أي حد يحبها، قيمتها منها هي، من ربنا، من احترامها لنفسها. علشان كده لو اتسابت أو اتخدعت أو اتكسرت بتقوم وبتكمل، كل مرة بتقوم فيها بتلمع أكتر وبتبقى أقوى من الأول. وفي آخر الحلقة خليني أقولك سر صغير: المرأة الراقية مش أجمل واحدة ولا أغنى واحدة، هي أكتر واحدة عارفة قيمتها. كل ما عرفتي قيمتك زادت هيبتك، وكل ما زادت هيبتك بقيتي أميرة في عين نفسك قبل عين أي حد. انتي مش محتاجة تتغيري، انتي محتاجة تفتكري انتي مين. أشوفكم الحلقة الجاية.